السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ انا اسمي محمد عزت. انا خريج طب اسوان دفعه 2019. كنا اول دفعه بدانا الكليه العظيمه الجميله، وبعد كده اشتغلت شويه في مجدي يعقوب، وحاليا انا موجود في انجلترا في كينجز كوليدج في لندن. شغال اخصائي رعايه اطفال، رعايه مركزه اطفال. طيب، في الاول كده احب اسالكم سؤال. مين هنا كان نفسه او كان بيحلم يدخل طب؟ يرفع ايده كده. اوكي. طب مين ما كانش عايز يدخل طب ومجموع اغراء او اهله ضربوه بقى ولا؟ اوكي. طب مين بقى لو رجع بيه الوقت هيختار طب؟ ايه ده؟ ولا حد ندمان خالص؟ كله هيرجع تاني؟ مفيش فايدة خالص؟ طيب ماشي، كويس. عندي ليكوا خبرين، خبر كويس وخبر وحش. تحبوا ابدا باني الاول؟ الوحش الاول، صح؟ اوكي. طيب الخبر الوحش هو ان احنا دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده في اكتر وقت competitive وستريسفul في اي وقت مقارنة باخر 10-20 سنة حصلوا. اوكي. بس الخبر الكويس ان احنا في اكتر وقت في resources، في opportunities، وفي pathways و options اكتر من اي وقت حصل قبل كده. فقد ما او قد كده احنا في وقت فعلا stressful والcompetition فيه to the roof وفي specializations كتيرة سواء جوه الطب او بره في الحياة عموما. بس كمان عندنا فرص ما كانتش موجودة في اي وقت تاني. وده الغرض من التوك بتاعت النهارده، ان احنا نتكلم ونعرف مع بعض ازاي نستغل ده وازاي نوصل لان احنا نشوف طبعا الفرص دي اولا، ثانيا ان احنا نقدر نستغلها ونستفيد بيها، ونستفيد من الوقت اللي احنا فيه بدل ما العكس يحصل ونبقى بنشتكي بسبب الستريس والكونفيوجن والدايلمز اللي بتحصل حوالينا كل يوم. طيب، عشان كده بس نبقى فاهمين هنتكلم على ايه. اول حاجه نتكلم هو انا فين، انا كشخص عموما. ايه النهارده المكان اللي انا واقف فيه ده هو عباره عن ايه، علشان اعرف اتحرك منه ازاي، لان انا لو مش عارف في نقطه البدايه مش هعرف اتحرك في اي اتجاه. بعد كده هنتكلم عن ازاي نعمل personal development plan، وهي ايه اصلا عباره عن ايه وبتتعمل ازاي وايه الغرض منها. وبعد كده هنشوف ازاي ممكن نستغل الوقت اللي احنا فيه ده لو هو وقت دراسه باحسن صوره، بحيث بعد ما نخلص يبقى اوريدي خدنا شوت وقدرنا نبقى على طرق كويسه وبنتحرك اوريدي، ما نبقاش مستنيين لحد ما نتخرج عشان نطلع نتصدم بواقع معين وبعد كده نبتدي حياتنا بعد التخرج which is بيبقى relatively late، بالاخص علشان سنين الدراسه في طب اطول من اي حاجه تاني يعني. بعد كده نتكلم بقى عن الفرق ما بين الدراسه والوقت اللي احنا بنقضيه وقت الكليه والحياه بقى الواقعيه. ايه الفرق الجوهري، ايه الحاجات اللي بتختلف وازاي نتعامل معاها. اخيرا نتكلم على بعض الامتحانات كده اللي ليها علاقه بالشباب في الطب واللي ممكن حد فيكم يكون بيفكر ان هو يبتدي فيها او يكون اوريدي بدأ فيها. وهنتكلم ازاي الحقيقه ايه دلوقتي شكلها عامل ازاي وايه الحاجات اللي موجوده. بس قبل ما اكمل، صوتي واضح يا شباب في الاخر ولا لا؟ صوتي كويس؟ سامعينه كويس؟ ماشي. بعد كده في النهايه نفتح كده ديسكشن ونتكلم فيها سوا لو حد عنده اي اسئله. طيب، انا فين النهارده؟ لو انا مش عارف انا نقطه البدايه بتاعتي فين، مش هبقى عارف ايه الطريق اللي انا اتحرك فيه عشان اروح للمكان او للبوزيشن اللي انا عايز اوصل له عموما في حياتي كشخص قبل اي حاجه يعني، بغض النظر هو في الكارير في حاجه بيرسونال سوشيال وات ايفر هي ايه. عشان اتحرك من نقطه A لنقطه B لازم ابقى عارف نقطه A دي فين وشكلها ايه. ده اللي هو انا النهارده فين. يعني ايه انا النهارده فين؟ اكيد انا عارف ان انا ممكن ابقى امتياز او في سنه ثالثه او في سنه خمسه او whatever، بس ده مش انا النهارده فين. انا النهارده فين دي has to be broken down اكتر من كده، وابقى عارف الديتيلز بتاعه البوينت اللي انا فيها. طيب يعني ايه الكلام ده؟ او من الحاجات المهمه ان انا تبقى دايما في بالي، انا ببص على، يعني انا دلوقتي انا في اللحظه بتاعه النهارده، ده البريزنت بتاعي.
في ناس بتفضل مركزه في الماضي وتبقى ستاك في الفيز دي ومش بتقدر تتحرك لقدام، وده مش حاجه صح. والعكس صحيح، في ناس بتستك في المستقبل ودايما بيفكر انا هعمل ايه بكره، انا عايز ايه بكره، عايز اروح فين، وبرضه بيستك في الوقت ده، وده بيحجب عليه حاجات كتير. الصح ان انا ابقى عندي بالانس ما بين الثلاثه، ابقى انا النهارده موجود النهارده وقادر اعيش الوقت اللي انا فيه، واحس بالحاجه اللي بتحصل بيا او اللي بتحصل النهارده، بغض النظر هي شكلها عامل ازاي. لو انا في دراسه ممكن ابقى متضايق عشان انا مثلا عندي امتحانات، فتمام مستني الفتره دي تعدي، بس كمان في لحظات مش هترجع تاني، فقد كده ضروري ان انا ابقى عايش الوقت اللي انا فيه. الحاجه التانية لما ببص على الماضي لسبب عشان اتعلم من حاجات انا حاولت اعملها قبل كده او عملتها قبل كده. الدروس او الحاجات اللي انا جربتها دي مفيده في ايه؟ بتفيدني ان انا لما برفلكت باك وبتعلم منها، بتساعدني ان انا اروح مكان احسن بكره وبعده. ان انا لما ابقى بفكر بقى انا عايز اروح فين، الحاجات اللي انا شفتها قبل كده دي بتوجهني وبتديني انسايت كويس ازاي اتحرك. حد هيقول لي طب انا ما عملتش حاجات كتير قبل كده. اوكي تمام صح، احنا بقى النهارده هو ده، عشان كده احنا عايزين نعمل حاجه النهارده، عايزين نعمل حاجه بكره، وكل يوم لما يعدي هيبقى خلاص ماضي. فالحاجه اللي انا عملتها امبارح ابتدي اتعلم منها، واقدر من خلالها وانا ببص وانا بفكر عايز اعمل ايه بكره وبعده، ده يقربني ويخليه ويديني سكيلز. لان كل ما بغلط كل ما بتعلم، كل ما قدرتي ان انا اوصل للبوينت اللي انا عايز اروح لها بتبقى اسهل واحسن. فده باختصار ليه مهم ابقى عارف انا فين النهارده. طيب ازاي اعرف انا فين، او ايه البريك داون اللي بتكلم عليه ده؟ ازاي، ايه الحاجات اللي انا محتاج اعملها؟ يعني الكلام سهل والكلام حلو، ايه الحاجات اللي انا محتاج اعملها؟ محتاج ابقى عارف ايه الريسورسز اللي عندي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا ممكن ابقى لو انا في الكليه فغالبا انا مش معايا فلوس كتير، ممكن يبقى معايا بس في الاغلب مش معايا فلوس كتير. بس عندي ايه بقى؟ مش عندي كتير، عندي وقت. ده ريسورس وده ريسورس مهم، فلازم ابقى عارف ان انا عندي الوقت ده. عشان انا ممكن يهيأ ليا ان انا ما عنديش وقت، وابقى عايش طول فتره الكليه او طول الفتره اللي انا فيها بوهم نفسي وبوهم اللي حواليا ان انا ما عنديش وقت اعمل حاجه. اوكي، واللي انت بتقوله هتعيشه. الكلام اللي بيطلع مننا قوي كفايه في تاثيره علينا ان هو يتحول لواقع. فاللي انا بقوله بردده كل يوم انا بعيشه، بيرفلكت عليا باك. فلما اقول ان انا ما عنديش وقت عشان انا في طب ورايا مذاكره، هو ده اللي هيحصل. وجس وات بقى ايه نتيجه ده؟ نتيجه ده ان انا ممكن امس حاجات كتير ممكن اعملها في الوقت ده، لما يعدي واكتشف فعلا بعد كده ان انا فعلا ما عنديش وقت، هحس ان انا كان عندي وقت والوقت ده راح، او كنت ممكن اعمل حاجه انا كنت عايز اعملها وما قدرتش اعملها بسبب ان انا كنت فاكر ان انا مش موجود او مش متاح او ما عنديش وقت، واتضح ان انا كان عندي. فجس وات، هو انت عندك وقت طول ما انت لسه في الكليه، انت عندك بروبر وقت ريلاتيفلي اتليست اكتر من الوقت اللي هيبقى عندك بعد الكليه. فيعني trust me، دي حاجه موجوده. فدي حاجه من الريسورسز اللي عندنا. كل حد بقى محتاج ان هو يفكر اكتر ايه ريسورسز تانية ممكن تبقى خاصه بيا انا مثلا مش عندي. يعني دي حاجه هتبقى جنرال، اغلب الشباب او اغلبنا طول فتره الدراسه، دي حاجه كلنا ريسورس موجود عند كلنا. ايه بقى الحاجات التانية اللي ممكن تبقى عندي مش عند غيري؟ وافضل افكر بنفس الاسلوب ده لحد ما اجمع حاجات تبقى ملموسه انا اقدر احددها، واقول ان الحاجه دي عندي. طيب ايه لازمه ده؟ ايه لازمه ده؟ ان انا الريسورسز اللي عندي دي من خلالها هعرف ايه الاوبشنز اللي قدامي. يعني انا مثلا زي ما قلنا لو عندي وقت هبقى عارف ان انا ممكن اتعلم حاجه جديده، او ممكن امتحن امتحان جديد، او ممكن اعمل حاجه معينه، فده اوبشن. لو انا فعلا ما عنديش وقت، فده ما بقاش اوبشن اني مور. فبالتالي ان انا ابقى عارف الريسورسز اللي معايا النهارده واللي عندي هيساعدني في تحديد الاوبشنز زي ما هتكلم كده في البيرسونال ديفلوبمنت بلان، والحاجات او الاماكن والسبوتس او البوينتس اللي احنا عايزين نوصل لها بناء على الاوبشنز المتاحه لينا، بناء على الريسورسز اللي معانا. حاجه من الحاجات التانية محتاج ابقى عارف ايه الحاجات الكويسه او ايه نقط القوه اللي عندي. انا لو عندي مثلا متعلم انجلش كويس، عندي لغه تانية، بعرف اعمل مش عارف ديزاينز، عندي ببروجرام مثلا، بكود، وات ايفر، ايه نوع الحاجه اللي ممكن تميزني او تبقى عندي، محتاج ابقى عارفها. لانه كتير او اكيد كل حد عنده حاجات مميزه فيه،
بس ممكن يبقى واخدها for granted ومش قادر ومش بيستغلها صح، وشايف انه ده تمام يعني ما حصلش حاجه، انا عندي الحاجه دي بس مش بيستغلها في صالحه. ودي خساره كبيره لان بعدين ده هيفرق كتير. طيب يعني ايه personal development plan؟ احنا اتفقنا انه انا النهارده موجود في بوينت، وقعدنا نفكر ازاي اقول انا فين وازاي اعرف البوينت دي شكلها عامل ازاي. اكيد كلنا بنبص لبكره وشايفين مكان تاني عايزين نتحرك ليه، او عايزين اتليست حتى لو مش شايفين well defined structures للمكان ده، اتليست احنا عارفين ان احنا عايزين نتقدم somewhere، نروح حته معينه يعني كانت هي، حتى لو انا دلوقتي ما عنديش الصوره الكامله ليها. عشان اتحرك من النقطه اللي انا فيها للنقطه اللي انا عايز اروح لها، انا محتاج امشي على طريق رود ماب. هو ده البيرسونال ديفلوبمنت بلان، ده الحاجه اللي انا همشي عليها، دي الاكشن ستيبس اللي انا هعملها كل يوم علشان بعد اكس اماونت من الوقت اقدر اوصل للبوينت اللي انا عايز اتحرك لها او عايز اوصل ليها. طيب عشان اعرف الطريق ده هسلكه ازاي وشكله عامل ازاي، لازم ابقى عارف انا عايز اروح فين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا لو احنا دلوقتي خلصنا توك دي وطلعنا من المستشفى كلنا، وحد بيقول انا عايز اروح بس هو ما يعرفش مكان البيت، هيعرف يروح؟ صعب صح؟ ليه؟ عشان هو مش عارف عايز يروح فين. بالمثل في حياتنا، انا لو ما اعرفش انا عايز اروح فين، لو ما اعرفش الصوره اللي انا عايز اوصل لها بعد وات ايفر قد ايه، مش هعرف اروح لها. لان هنا في حاجه احنا كلنا اتعودنا عليها، ان احنا بنحاول نسكور اعلى حاجه ونضغط قوي قوي قوي، وبعد كده زي ما تيجي بقى. يعني عايز اجيب اكبر مجموع في الكليه عشان كل الكليات تبقى مفتوحه قدامي. اكيد في ناس مثلا كانت عايزه تعمل كده عشان طب سبيسيفيكلي، تمام، بس كتير وانا شخصيا عملت كده. انا كنت عايز اجيب على حاجه عشان يبقى كل اوبشنز قدامي، بس انا ما كنتش عارف او ما كانش عندي تصور انا عايز اروح فين بالظبط. فده بيحصل وهيحصل، اوكي. والنهارده كلنا at different degrees كده عايشين اللقطه دي، بنحاول نسعى في اتجاه معين بس احنا مش عارفين عايزين نروح فين، وبنحاول نبذل مجهود معين. هنا ليه الموضوع ده مهم؟ ليه انا محتاج ابقى عارف انا عايز اروح فين؟ مش بس كمان عشان اعرف هروح له ازاي، وده مهم جدا اللي هو البلان اللي احنا هنمشي عليها، كمان علشان اوقات ممكن ابذل مجهود كبير قوي، وبعد كده المجهود ده يوديني لحته انا ابقى يعني متصور، عشان انا بسمع ان كل الناس بتقول المكان ده كويس، ان انا ابقى في طب ده احسن حاجه في الدنيا، او ان انا اتعين في الجامعه دي احسن حاجه في الدنيا، او ان انا افتح عياده دي احسن حاجه في الدنيا. فابذل مجهود جامد قوي قوي قوي، لما اوصل للبوينت دي اكتشف انه انا مش كده، انا مش عايز ابدا. فيبقى الفتره دي قد تكون irrelevant بالنسبه لي شويه، وده مش عشان هي غلط او صح، هو الموضوع ده relative. يعني هو مفيش صح ومفيش غلط. يعني لا طب احسن من هندسه ولا القعاد في مصر احسن من الخروج بره. هو ايه الاحسن بالنسبه لك، بالنسبه لظروفك، وبالنسبه للي ينفع معاك، وبالنسبه للكاركتر بتاعتك، وبالنسبه للصوره اللي انت راسمها لنفسك وعايز تتحرك ليها. فده مهم قوي. طيب عشان كده محتاج ارسم لنفسي تصور عن المكان اللي انا عايزه، وبعد كده بعمل في كونسبت اسمه ريفرس انجينيرنج بقى. يعني بعد ما انا خلاص انا في تصور كده، انا عايز البوينت دي عايز اوصل لها، من الشكل ده بقدر اقول الاوبشنز اللي موجوده قدامي دلوقتي اللي هتوديني للحاجه دي هي كده وكده وكده، فابتدي اسلك الباث واي ده، ودي الديفلوبمنت بلان بتاعتي عشان توديني البوينت ده. فانا هو ده الريفرس انجينيرنج، ان انا بشوف الاول الديستنيشن اللي عايز اوصل لها، وبعد كده ابص لورا واشوف ازاي اروح لها. وده بيسهل اكتر. نفس الفكره، لو انا دلوقتي خرجت من هنا وانا عارف انا ساكن فين، اعرف اروح له ازاي. لكن انا لو ما اعرفش هتوه، ولما هتوه هبقى ستريسد اكتر، هبقى كونفيوزد اكتر، هبقى اكزوستد، ممكن ما اتحركش او let it go كده وامشي مع التيار وما بقاش عارف انا رايح فين. وغالبا همشي مع كل اللي حواليا، كلهم رايحين السيل فانا رايح السيل، بغض النظر السيل ده مناسب ليا ولا لا، انا ساكن هناك اصلا ولا لا، مش عارف. بعد كده لما اروح اكتشف ان ايه ده، انا ايه اللي جابني هنا؟ اللي جابك هنا انت ما فكرتش وقتها، ما فكرتش يعني ما حطيتش active focus وبروبر بلاننج دلوقتي للمكان اللي انت عايز تروح بعد 5 سنين. فما ينفعش تيجي بعد 5 سنين تقول لي انا ايه اللي جابني هنا. اللي جابك هنا اللي انت عملته في ال5 سنين اللي فاتوا.
فده مهم. طيب برضو حد هيقول لي طب هو انا ما اعرفش بالظبط انا عايز اروح فين؟ الموضوع طبيعي صح؟ اكيد محدش بيشوف بكره، محدش بيشوف المستقبل، احنا كلنا بنرفلكت باك، والنهارده بقول يا ريتني عملت ويا ريتني سويت وانا كان المفروض اعمله. بس هل في حد بيبقى عارف بكره في ايه؟ لا، صعب. طب ازاي؟ طب انت دلوقتي لخبطتني، هعرف منين انا بكره عايز اروح فين او المكان اللي انا عايز اوصل له وانا في حاجات كتير ما اعرفهاش النهارده؟ اه، بس هنا في حاجه بقى، في ان انا محتاج اكونفرونت نفسي كده، اواجه نفسي واقف كده اكتفلي، ابقى اونست مع نفسي واشوف provided ان انا عارف انا فين النهارده خلاص، وعارف الريسورسز بتاعتي والاوبشنز المتاحه، ببتدي اجمع كل الكلام ده وابتدي افكر مع نفسي ايه الحاجات اللي انا عايز اوصل لها. لو انا النهارده مثلا في الكليه، اكيد كلنا عايزين نتخرج، فما تقوليش ان ده جول، ده مش جول. يعني ده ازاي النهارده انت عمرك 25 سنه، لو ربنا ادانا العمر هتبقى 30 سنه بعد 5 سنين، صح؟ مش محتاجه بلاننج، مش محتاجه مجهود، انت كده كده رايح. نفس الفكره، ان انا اتخرج هو ده مش حاجه مش هتحصل، هي هتحصل باي ديفولت. لو انت let it go كده ومشيت هتلاقي نفسك اتخرجت، مش حاجه محتاجه منك ان انت تقف وتقول هعمل ايه عشان اتخرج. مش هتعمل حاجه، هتكمل وهتتخرج. طيب اعمل ايه بقى عشان اتحرك من بوينت اللي انا فيها للبوينت اللي انا عايز اروح لها؟ ان انا احددها ازاي؟ provided كل ال او الفاكتورز اللي اتكلمنا عليها، ان انا عارف انا فين النهارده، وعارف انا ايه الريسورسز بتاعتي، وعارف ايه الاوبشنز اللي قدامي، ابتدي يبقى عندي تصور للمكان اللي عايز اروحه. تصور، اوكي، which is قابل ان هو يتغير بكره وبعده. اكيد هيتغير بكره وبعده، لان بكره وبعده هيجي لي انبوتس جديده انا ما كنتش عارفها النهارده، هتاثر على الثوت بروسيسنج بتاعي، فبالتالي هعيد تفكير which is مطلوب وتوتالي فاين. اوكي، مش معنى ان انا غيرت وجهه او غيرت حاجه او ظهر حاجه جديده يبقى انا كده فشلت في طريق معين. لا، هو انا هي الحياه عباره عن فيزز، كل فيز ليها نيدز وليها opportunities مختلفه. يعني اللي انت تقدر تعمله النهارده ممكن ما تعرفش تعمله بعد 5 سنين، واللي كنت بتعمله من 10 سنين فاتوا انت دلوقتي ما بتعرفش تعمله. فانت النهارده مطلوب منك تعمل اللي انت تقدر تعمله النهارده، giving ان انت عندك تصور ولو مبدئي عن المكان اللي انت عايز تروح له. حلو، فلازم نتعب شويه في الحته دي، افكر انا عايز ابقى فين بعد 5 سنين. مش عايز اتخرج، اكيد كلنا هنتخرج ان شاء الله، انما بعد ما اتخرج انا شايف نفسي ايه الحاجه اللي انا عايز اروح لها. الموضوع ده هو مش بس في الكارير او في الشغل او في الحياه العمليه، هو في كل حاجه، هو ليه كذا اسبكت. يعني سوشيال، انا عايز شكل حياتي يبقى عامل ازاي. هيلث وايز، هل انا مبسوط، هل انا بتمرن مثلا، عايز اتمرن مثلا، بحاول مش عارف. كل ده محتاج ان انا احطه في المعادله بتاعتي وافكر فيه. كمان كارير وايز هل نوع البراكتس اللي انا عايز اشتغل بيه شكله عامل ازاي؟ هل انا مثلا ميال اكتر للحاجات اللي فيها جراحه؟ هل انا ميال للحاجات اللي فيها بطنه؟ هل انا مش فارق معايا الاثنين مثلا؟ هل انا بفكر purely مثلا financial aspect؟ هل انا عايز اكتر حاجه ممكن تريحني ماديا، ولا انا مثلا بحب حاجه معينه؟ كل الثوت بروسيسنج ده محتاج ان انا اقف فيه مع نفسي وابقى اونست واتكلم فيه علشان يبقى عندي تصور. التصور ده هو اللي هيخليك تعرف تتحرك ازاي. لما تتحرك هيجي لك انبوتس جديده، اوكي، فاين، توتالي اوكي، اقف فكر تاني، ريفلكت باك، شوف انت وصلت لفين وعملت ايه، وبناء على الحاجات الجديده اللي انت عرفتها النهارده ما كنتش عارفها امبارح، انا عايز اروح فين. وايتريت وابتدي غير في البلاننج بتاعك وفي الثوت بروسيسنج بتاعك، وتحرك اكوردنجلي، حتى لو ده معناه ان انت هتغير الاتجاه شويه. حلو. فيز 2 فيز 3 هي الحياه كده عباره عن continuous journey، وفي ان انت بتعمل iteration وتغيير وموديفيكيشن في الطريق اللي انت ماشي فيه، عشان كل فتره انت بتتغير، العالم بيتغير، واحنا اكيد في وقت مختلف عن اي وقت قبل كده. احنا من فتره مثلا كان الدنيا بتقعد بال10 سنين ما بيحصلش اي حاجه ميجر، محدش بيحس بحاجه. اللي بيشتغل مش عارف في ايه بيفضل شغال فيه 10 12 20 سنه والدنيا تمام، محدش بيقول له حاجه. انما النهارده اللي بيحصل النهارده غير اللي بيحصل بكره غير اللي هيحصل بعده، وكل حاجه فيها ليها امباكت قوي على العالم كله. يعني اللي بيحصل النهارده في اي حته في الدنيا ليه ريبركشنز على اماكن كتير، واكيد كلنا فاهمين ده وحاسينه.
بالاخص بعد ما شفنا كورونا واللي عملته، انها مره واحده كده طلعت في حته وكلنا كنا فاكرين ان الموضوع ده في الصين، بعد بكره بالموضوع بقى في المستشفى هنا. ف this is how it goes دلوقتي تحديدا. عشان كده انا محتاج اكت النهارده واكت فاست، لانه هو طريقه العالم دلوقتي هي ماشيه كده. ف I have to use it well. اوكي. وبرده هو موضوع يعني زي ما هو ممكن يبقى شويه stressful، بس هو كمان في opportunities كتير دلوقتي. اي حد فينا ممكن يعمل اللي زمان كان بيتعمل في 5 سنين يعمله في 6 شهور، which is absolutely true. وكلكم لامسين ده بطريقه او باخرى، كلكم عندكم نت، كلكم بتقدروا تاكسسوا حاجات كتير جدا ما كانتش موجوده قبل كده، وضيف لده حاجات كتير، فتقدر ترفلكت على بقيه الحاجات وتفهم وتستوعب مدى اهميه ان انا اقف دلوقتي واعرف انا فين وعايز ابقى فين، او اتليست تتخيل، وبناء عليه هي بقى البلان اللي انا همشي عليها. واتس توتالي فاين ان انا كل فتره بعد ما يجيلي انبوتس كتير، لانه هيجيلي وهيحصل، ما بقاش بقى ببانيك واللي هو انا فشلت، انا كنت عايز اقول مش عارف ايه ودلوقتي مش هينفع. طب ماشي اوكي، مش هينفع، ايه الجديد؟ ايه اللي هينفع؟ ايه المختلف؟ من هنا ابتدي اعمل ستيرنج للطريق اللي انا فيه، اغير الوجهه بتاعتي واتحرك accordingly. طيب كتير برضو بنبقى واقفين عند بوينت كده معينه مش عارفين ناخد قرار شكله عامل ازاي. هل اخش مش عارف نيابه جراحه ولا اخش نيابه عظام؟ هل اعمل whatever او اعمل حاجه تانية مش عارف في جامعه ولا كذا، بلاب ولا يسمري، صح؟ وكأن القرار ده حياتنا هتنتهي بعده، which is absolutely not true. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النهارده انا في pathway ايه عندي 3 options actually فيه، يا اما انجح، يا اما ابقى عادي جدا، يا اما ما اعملش حاجه كويسه وممكن افشل فيه. بس guess what، هو ده موجود في اي طريق. هو بغض النظر عن شكل القرار اللي انت واقف عليه النهارده، اي قرار انت واقف عليه النهارده ممكن يبقى عندك الثلاثه، ومش ممكن، هو عندك اكشلي الثلاثه اوبشنز دول، وممكن تعمل فيه يا اما حاجه كويسه يا اما تبقى متوسط جدا وعادي وما تعمل يعني تمشي مع الموجه، او ممكن ما تعملش حاجه والدنيا ما تمشيش. فكل طريق فيه 3 probabilities دي. عشان كده مش اهم من ايه نوع القرار اللي انا باخده. اكيد نوع القرار اللي انا باخده مهم، واكيد مهم جدا، بس ايفن اهم منه بكتير هو سرعه اتخاذ القرار واتخاذ القرار نفسه. لانه اغلبنا، وانا عارف ان احنا كلنا هنريليت لده، بنستك اكتر وبنقف كده يعني بنتعب اكتر في هخش يمين ولا هخش شمال، اكتر من ان انا اخد القرار وابتدي اسعى فيه واتعب فيه. كلنا بنريليت لده وانا عارف ده كويس. عشان كده بقولك هو اهم من الباراليسيس اللي بيحصل وقت التيرنينج بوينتس دي وانا هخش يمين ولا هخش شمال، اهم من ده هو ان انا اخد القرار اصلا، وبعدها احط بقى الافورت بتاعي ده في القرار ده او في الباث واي ده، علشان اخلي التراك بتاعي للسكسس بدل اي حاجه تاني. لان ده موجود في اليمين وفي الشمال وفي كله. برضو مهم نوع القرار، بس الاهم اتخاذ القرار. لان انا في الاخر لو جيت عند البوينت دي وستك وفضلت قاعد بفكر اخش يمين ولا اخش شمال، في الاغلب ممكن اصلا الكونفيوجن ده يخليني ما اخدش قرار اصلا واكون ضيعت كل حاجه. وقال ان كان ممكن اعمل حاجه لو خدت قرار انا مثلا ما كنتش confident 100% منه ان هو ده الانسب ليا. لانه في وقت من الاوقات، واكشلي في اوقات كويس كتير، عمرك ما هتبقى confident 100% من القرار اللي انت او من الستيب اللي انت بتحاول تاخدها. يعني انت محتاج تاخد بالاسباب، بس ان انت تتحرك. ودايما الاكشن هو اللي بيغلب هو في النهايه اللي بيحول الواقع بتاعك لواقع مختلف، مش البلاننج بس useless. اوكي طيب، احنا قلنا النهارده احنا في وقت الكومبيتيشن فيه عاليه جدا، وكل حد بيعمل كل حاجه، والناس expecting منك حاجات اكتر من اي وقت تاني، لان السبيشاليزيشنز كتيره. ويعني ايه الكلام ده؟ يعني
يعني غالبا اي حاجه بتفكر فيها هي اتعملت وبتتعمل وفي ناس حلوين بيعملوها. اوكي طيب، فده معناه ايه؟ معناه ان انا محتاج يبقى عندي سكيلز معينه عشان اقدر اكمبيت في العالم ده، عشان اقدر اتحرك واقدر يبقى ليا وجود. اوكي طيب، ايه من الحاجات المهمه؟ طبعا اكيد في حاجات كتير مهمه، انما ايه من الحاجات المهمه اللي احنا محتاجين نتعلمها ونشتغل عليها؟ communication اكيد عارفين كلنا صح، بس ممكن ما نكونش لمسناه. يعني ايه؟ يعني في الاغلب طول ما انا يعني نطاق التعامل بتاعي مع الكتاب ومع الامتحان ومع الدكتور في الكليه اللي هو مش بيكومينيكيت معايا اصلا، فانا مش بجيت تيستد. يعني ما باجيش في وقت بحس ان انا حياتي متوقفه على السكيل دي، انما جيس وقت لما تخلص مش تشتغل هتكتشف ان حياتك فعلا واقفه على السكيل دي. لو ما بتعرفش تتعامل مع الناس هتستوك جامد، وجيس وات انت مش لوحدك، وانت كده كده هتتعامل مع الناس. وللاسف في حاجه تاني، باي ديفولت احنا ما بنعرفش نتعامل مع الناس، احنا كناس ما بنعرفش نتعامل مع الناس، عشان دي حاجه اكتيف سكيل انا محتاج اديفلوب مع الوقت، محتاج اتعلمها بروبرلي، مش عن طريق ان انا ابقى ماشي في الحياه كده ومتخيل ان انا عشان عندي صحاب فانا اكيد بقى يعني بعرف يعني ايه كوميونيكيشن سكيلز اصلا. لا، هو الموضوع ليه ديبث عن كده، وتاثيره بلمسه جدا 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 لما باجي اتعامل في الحياه العمليه بعدين. اوكي، لان بعد كده اللي بيحدد النجاح مش الدرجه ولا قد ايه كم العلم اللي في دماغك، برغم ان دي حاجه مهمه جدا، يعني هو للاسف مش هو ده اللي بيحدد، او مش هو ده اللي بيعمل فروقات كبيره ما بين الناس. حاجات تانية من ضمنها الكوميونيكيشن، دي حاجه مهمه قوي قوي قوي، I cannot stress enough عليها. طيب حاجه تانية، تكنولوجي. في ناس ما بتحبش التكنولوجي او بتحس انه موضوع رخم ومش عارف ايه، بس للاسف هو ده العصر اللي احنا عايشين فيه. زي ما بالظبط من whatever amount من السنين الناس ما كانش عندها عربيات وطيارات وكده، فما كانش عندهم الاوبشن ان هم يستخدموا الحاجات دي، صح؟ احنا بقى النهارده في العكس، احنا النهارده عندنا تولز ما عندناش الاوبشنز ان احنا ما نستخدمهاش. ليه؟ لانه غيرنا بيستخدموها وهيستخدموها، والديفلوبمنت بتاع التطور بتاع التكنولوجيز دي دلوقتي سريع قوي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني من زمان مثلا كان اللي ما عندوش فيسبوك عايش تمام ومش حاسس بضرر، وقعد سنين لحد ما ابتدى يحس انه في حاجه اسمها فيسبوك، انا في حاجه ناقصاني عشان انا مش عارف ايه اللي بيحصل جوه. قعدنا سنين لحد ما وصلنا للقطه دي، بس جيس وات دلوقتي التكنولوجيز اللي موجوده النهارده اللي اكيد كلنا فاهمين انه اكبرها ال AI for example، تاثيره علينا او ان احنا نحس ان احنا left behind لو احنا ما قدرناش نكوب او ما قدرناش نفهم التكنولوجيز دي ونستخدمها، هيبقى سريع جدا، هيحصل ودن شهور وايفن ايام، وده هيفضل يحصل بنفس التسارع ده على عكس زمان. عشان كده مهم ابقى عارف ان التكنولوجيا دي حقق. وبرده يعني انا ما بقول ما بحبش التكنولوجيا، هو ما بحبش التكنولوجيا دي، انا مش، هو الامر مش في ان انا ما بحبهاش، لا، هي الفكره ان انا عشان ما اتعلمتهاش فانا حاسس ان انا بستك فيها ومش فاهمها حلو، فعشان كده بحس ان انا مش عايز اتعامل بيها. بس اكشلي انا لو اتعلمتها هفهمها، وبالتالي الموضوع هيبقى سهل عليا فاقدر اشتغل بيه، وده مهم جدا. كم حد هنا بيستخدم جي بي تي او تشات جي بي تي ارفع ايدك فوق ما تخافش. عايش كويس. طيب قد ايه الفرق لامسين بقى؟ حاسين بفرق كبير صح؟ هو literally life changing، فما ينفعش ما بقاش بعرف استخدم ده. اوكي، وحتى ده هي دي سكيل محتاج اعرف واتعلم ازاي استخدمها. يعني ايه؟ يعني مثلا فور اكزامبل انا عشان اتعامل مع تشات جي بي تي في حاجه اسمها برومبت انجينيرنج، ازاي اتكلم وازاي احط برومبتس عشان يطلع لي حاجه يوزفul. اوكي، فالموضوع محتاج تريننج ومحتاج فهم ومحتاج وعي، ومحتاج ان انا ابقى عندي او willing ان انا اتعلم حاجه زي كده. بس ده هو مش اوبشنال I think، ولكن مع الوقت كونه اوبشنال هيقل اكتر واكتر، بمعنى انه كل ما ده هيبقى لازم نتعلمه. فبدل
ما يبقى عندي فرصه دلوقتي وامارس الفرصه دي لاي سبب كان، وبعد كده اجي بعدين استك، ومع الوقت قدرتي ان انا اتعلم اي حاجه بتبقى اصعب، واحتياجاتي بتختلف، وظروفي بتختلف، فاللي هعرف اتعلمه النهارده غالبا ممكن ما اعرفش اتعلمه بكره. مش كده مهم قوي حاجه زي كده. اخيرا بقى في شويه حاجات يعني ممكن نتفق نختلف عليها، بس حاجات انا لمست اهميتها. طبعا اللغه مهمه جدا. لان اللغه هي وسيله تواصل ليك كبني ادم، وزي ما اتفقنا ان انت مش عايش لوحدك، انت عايش مع البشر، فهي وسيله تواصل ليك مع اللي حواليك. والانجليش ما بقاش هي طبعا حاجه قديمه جدا، واكيد كلنا عندنا يعني جود انجلش يعني ليفلز. انما اللي عايز اتكلم عليه هو ان انا ابقى مش بس بتكلم بصوره اللي قدامي فاهمني، واروح اشتري حاجه من البقاله واروح ماشي، او ان انا اعدي من امتحان. الكلام ده برضه كان من فتره، انما دلوقتي هو مطلوب مني ابقى بقدر maintain meaning او deep meaningful conversation بيني وبين، عليكم السلام، وبين حد او بين مجموعه، عشان ده مهم جدا. لان دلوقتي برضو كل حاجه كده، فما ينفعش ابقى left behind وابقى ابص الاقي نفسي لوحدي. طيب، حاجه هنتفق عليها، بس انا لمست قد ايه اهميتها في حياتي وحابب اشارككم بيها: البيرسونال فاينانس. واحنا يعني في ظروف كليه بتاعه الطب، وان الستيريوتايب بتاع طالب الطب النيرد وغير ما يعرفش حاجه عن الفاينانس. ماشي، ودي مشكله كبيره، لانه لو فكرتوا كده وكنا صراحه مع بعض، واي حد في النهايه بيشتغل ليه؟ عشان يجيب فلوس ويقدر يبقى يعمل مستوى كده معين لنفسه وللي حواليه، فده مهم. طيب الحاجه بقى ال العجيبه في الموضوع انه قد كده ده مهم في حياتنا، وقد كده احنا بنعمل كل حاجه في حياتنا عشان حاجات كتير، من اهمها موضوع الفاينانشال ستيت بتاعت الشخص دي. يعني في نفس الوقت احنا ما نعرفش عنه حاجه، وما نعرفش عنه حاجه يعني اعني ان احنا ما نعرفش عنه حاجه مش معنى ان انا بعرف اعد فلوس يبقى كده انا عارف فاينانس. لا، personal finance هو ساينس، وليه حاجات يعني من غير ما تبقى راجل بانكر ولا انفستر، انت محتاج تعرف مينيمال ليفل من الاريا دي، علشان ده هيفرق معاك في ايه؟ هيفرق معاك في الديسيجن ميكنج في حياتك. في قرارات في حياتك هتقف وهتاخد قرارات definitely في حياتك لو انت ما عندكش personal finance، هتلاقي القرارات دي اتبنت على ignorance، على عدم معلومة، وهتأثر عليك بطريقة او باخرى. ودي ملموسة قوي، ممكن ما تبقاش ملموسة النهاردة، بس في وقت معين هتبقى ملموسة جدا. فلو قدرنا نتطرق للحاجة دي ونبقى فاهمين، يعني نعرف بيزكس، مش زي ما قلت مش مطلوب ان انا ابقى عارف. انا مش هشتغل في بنك في النهاية اكيد، لو حد يعني بما ان اغلبنا طبعا في طب، بس محتاج ابقى عارف. وهو عشان كده في حاجه اسمها personal finance. يعني ايه personal finance؟ يعني العلم اللي ليه علاقه باداره الماليات، اللي يخص الشخص كانديفيدوال. اوكي، فدي حاجه انا محتاج اعرفها. budgeting، ازاي بصرف في ايه، ازاي الفلوس دي بتتجاب، اجيبها ازاي. الكلام ده مهم، لان اللاك اوف نوليدج عن الحته دي بيخلينا نبص على حاجات بطريقه غلط. وهديكم مثال بسيط في الحته دي. طبعا يعني لظروف البيئه والمجتمع بتاعت مصر، ففي امثله على السوشيال ميديا بتبص بتلاقيه في ما فيش مثلا بقى حد very well known وبقى غني جدا، وهو مش ما فيش فاليو في المقابل مثلا اغلب الناس اللي فعلا بتقدم فاليو باختلاف تخصصاتها ما بتعملش ربع ده ولو في لايف تايم. دايما النظره الاولى بتبقى ايه ده، ايه العك ده، ازاي ده كده وده كده. ماشي، يعني حتى ما لو فضل عندي الاحساس ده قد ما فضل، ده مش هيغير الواقع. امال ايه اللي بيغير الواقع؟ المعرفه. ابقى فاهم هو ده وصل لده ازاي، ومش محتاج ان انا اعمل نفس الحاجه الهابطه مثلا او اللي انا مش راضي عنها اللي هو بيعملها، بس محتاج ابقى فاهم هو ايه الكونسبت اللي خلى الشخص ده او الكونسبت او الحاجه دي تبقى توصل لحاجه انا ممكن اكون بطمح ان انا اوصل لها. الاويرنس بتاع ده بيفرق معايا في الحركه بتاعتي. ومن الحاجات المهمه هو موضوع البيرسونال فاينانس ده، الى جوانب
الى جانب كام حاجه تانية، بس مش حابب اطول عليكم يعني بره الكوريكولم بتاعنا شويه. behavioral science ده الحاجه اللي بتخلي الناس اللي بتترجم الناس بتتعامل ازاي في الحياه عموما. يعني مثلا لما اخش امتحان وما اعملش كويس خالص واطلع متضايق، فده behavior. ليه؟ عشان اتعرضت لاكسبوجر معين. طيب انت عارف بقى انه كل يوم احنا بنتعرض لحاجات شبه كده كتير، وبيبقى لينا رياكشنز وريسبونسز هي actually expected جدا، بس احنا ما بنبقاش عارفين ده عشان احنا مش واعيين له قوي ومش بنبقى شايفينه. طب ايه اللي انا عايز اقوله؟ اللي انا عايز اقوله ان احنا لو تطرقنا للعلم ده ودرسناه او عرفنا برضو ما يكفي عنه، هبقى عارف اتعامل مع الناس احسن واتعامل مع نفسي، وده اهم، احسن واحسن. اوكي طيب عشان انا طولت في الحته دي، ماشي نقف بريك ماشي اتفضل. طيب وقت الدراسه في حاجات ممكن نعملها نقدر نطلع باستفاده اكبر بكتير من اللي ممكن نطلع بيها لو ما ركزناش اكتفلي في الوقت ده، بان احنا نستفيد منه بطرق معينه. ايه من اهم الحاجات اللي ممكن نعملها؟ واحد، الاكسبلوريشن. يعني ايه الكلام ده؟ احنا اتكلمنا من شويه ان انا ممكن ما ابقاش عارف انا عايز اروح فين، او ممكن ابقى تايه شويه، او بلاقي مثلا ناس حواليا بتقول لي امشي او شوف الباشن بتاعك فين، وكلمه لذيذه، بس احنا مش عارفين ايه الباشن ده، او مش عارفين ايه الباشن بتاعي عباره عن ايه اصلا. اوكي، عشان الباشن دي او الحاجه دي مش بتجيلي، مش بصحى من النوم بلاقيها، او اكشلي انا اللي بروح لها. حاجه من الاكشنز بتاعتي اللي بتحصل في اليوم بتاعي بيبتدي يوضح لها معالم، مش العكس. مش ان انا اقعد اسال نفسي هو انا بحب ايه، بعد كده اكتشف في نهايه اليوم ان انا ما بحبش حاجه او بحب حاجات مش مفيده. الاكسبلوريشن ده هو اللي هيقدر، او الحاجه دي هي اللي هتخليني اعرف انا ممكن اكون كويس في ايه، الحاجه اللي ممكن تميزني. لما اكسبلور، لما اجرب اكتر من حاجه، سواء في البراكتس بتاع الطب او ايفن بره، مع الوقت هبص هلاقي ان انا ممكن يبقى عندي حبيت حاجه معينه. طبعا انا عشان احب حاجه معينه لازم ابقى فيها كويس. يعني انا عمري ما هحب حاجه انا ما بعرفش اعملها او بتقابلني صعوبه في ان انا اعملها. زي ما اتكلمنا عن التكنولوجي مثلا، اللي بيحس ان انا مش حابب التكنولوجي هو مش عشان هي طعمها وحش، هو بس عشان ما اتعلمهاش، فبيستراجل لما بيجي يستخدمها، فبيحس ان هو مش حاببها. فبالمثل العكس، لما اقول ان انا عندي باشن في كذا، هي دي حاجه ما نمتش حلمت بيها فصحيت فقلت ان انا عندي باشن في كذا، لا، هو انا اشتغلت على حاجه معينه، ابتديت ابقى كويس فيها، ولما بقيت كويس فيها حسيت ان انا بحبها. هي المعادله بتمشي كده. عشان كده مهم بالاخص في الوقت ده ان انا اكسبلور، اعمل كذا حاجه. يعني لو عندك اوبشن ان انت تسافر اي اكتيفيتي متاح ليك، اعمل ده. انت ما تعرفش هتقابل مين، ما تعرفش ايه شكل الاكتيفيتيز اللي هتعملها، اللي ممكن تتعلم فيها حاجه جديده، وتلاقي ان انت مثلا عندك رغبه ان انت تجين ديبث اكتر من كده فيها، فمع الوقت يبتدي يتكون عندك صوره ما كانتش موجوده قبل كده، which is مش هيحصل بدون exploration. طيب تاني حاجه البرايورتيزيشن، ان انا اعرف يعني ايه يبقى عندي اولويات للحاجه اللي انا لحياتي عموما، او للتاسكس اللي عندي. لانه في الاغلب لما باجي افكر في الاولويات ببتدي اشوف انا عايز اعمل ايه زياده، وفي الواقع المطلوب ان انا اعرف ايه اللي انا محتاج ابطل اعمله. اوكي، باي ديفولت احنا اغلبنا او كلنا غالبا بنعمل حاجات ممكن ما تكونش مفيده في اليوم اكتر من الحاجات اللي احنا محتاجين او مستنين او عايزين نعملها، وبنحاول نزنق فيها في يومنا عشان نقدر نطلع بافشنسي اعلى او نوصل لحته احسن. انما لو انا بطلت افكر انا محتاج اعمل ايه زياده في يومي، وبدات افكر انا محتاج اشيل ايه ملوش لازمه في يومي، اكشلي هيفرق معايا كتير. وبعدها ده هيكريت سبيس للحاجات الاهم في حياتي وفي يومي انها تبقى موجوده وموجوده بسهوله، لان انا دلوقتي بقى عندي روم ان انا ادابت حاجه او اكسبت حاجه ممكن تبقى فعلا تفرق معايا، ان انا اذاكر زياده، ان انا اتمرن، ان انا اقرا مش عارف حاجه معينه، اتعلم سكيل ولا ذلك. طيب اخيرا، وقت الدراسه اكيد انا محتاج اذاكر،
في الطب اكيد عليكم السلام. بس ستيل انا محتاج اديفلوب سكيلز تانية بره الطب، لان ده مهم. ليه مهم؟ انت مش هتفضل طول عمرك في الكليه، ده واحد. اتنين، المذاكره اللي احنا بنذاكرها النهارده في الكليه هي للامتحان، اكيد هتفيدك في الحياه العمليه بس هو طريقه المذاكره ال 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 الطريقه اللي احنا بنذاكر بيها هي ديزايند علشان الامتحان اللي احنا عايزين نمتحنه اخر السنه. وده بيحصل سنه ورا التانيه لحد ما تبص تلاقي نفسك خلصت، بعد كده تيجي تكتشف ان البراكتس طريقه المذاكره فيه مختلفه. دي حاجه. الحاجه التانيه انه في حاجات تانية بقى غير المذاكره انا كنت محتاج ابقى عارفها او عندي، زي السكيلز اللي اتكلمنا عنها من شويه، كوميونيكيشن وحاجات تانية. عشان كده مهم افكر انا عايز اروح فين، والحته اللي انا عايز اروح لها دي ايه السكيلز اللي انا محتاج اديفلوب في الطريق ده علشان اقدر اوصل للبوينت دي. حاجه اخيره، اللي انت فيه النهارده هو ده اكشلي اللي كنت بتعمله من 5 سنين. يعني انت بقيت في الكليه علشان انت قعدت تذاكر سنين طويله، فاللي انت هتبقى فيه بعد 5 6 7 سنين من النهارده هو اكشلي نتاج الحاجه اللي انت بتعملها النهارده في يومك، بس كونسيستنتلي، يعني مش مره مش يوم، انما انا بعملها النهارده كل يوم. بعد 5 سنين ده هيبقى ترانسفورمد لرياليتي. لو انا بتمرن كل يوم دلوقتي، بعد اتليست سنتين هبقى فت. مش عشان انا اتمرنت امبارح بقيت فت او اتمرنت دلوقتي، لا، عشان انا بقالي اكس سنين بعمل كده. عشان كده مهم قوي افكر بعد فتره انا عايز ابقى فين وابتدي اعمله من دلوقتي، لان هو ده اللي انا هعمله النهارده وبكره وبعده ويفضل كونسيستنتلي معايا، او يعني اتليست ابقى انا بزوره كل فتره وبعمله بصوره بحاول يعني احافظ عليه كروتين. هو ده اللي هيخليني يوصلني لبوينت معينه بعد 5 سنين دول. طيب الحاجه اللي عايز بس انبه عليها الفرق الجوهري ما بين الدراسه والحياه العمليه. حد عنده تصور؟ حد ممكن يشاركني رايه؟ ايه الفرق لو هنلخص ده في جمله او كونسبت؟ ايه ممكن تفتكروا يكون الفرق ما بين الحياه وقت الدراسه وبعد الدراسه؟ اي حد يقول اي حاجه هو بيفكر فيها، مفيش اجابه صح وغلط، في برين ستورم. اتفضل. طيب حلو، حلو جدا. حد عنده راي تاني اضافه؟ اتفضلي. كويس، كويس، جميل. ايه تاني؟ طبعا الوجهتين النظر صح، هي اكيد جزء من حاجه كبيره، وهي بالفعل الدراسه هي ديزايند بطريقه معينه، وانت بتحاول تانجيج في السيستم ده بالطريقه دي. بس هو السيستم ده برضه ديزاين ان هو يطلع برودكت معين. فلو البرودكت ده مش هو ده اللي انت عايزه، ضروري تركز ان انت تديفلوب السيستم بتاعك انت اللي يوصلك للبرودكت اللي انت عايزه بعدين. وده عشان كده انا يعني حبيت اقول انه في فرق ما بين الحياه في الدراسه والحياه بعد الدراسه. من وجهه نظري ببساطه، ده خليني اقول لكم حاجه كده. في الدراسه انت بتعمل كل حاجه، وكل اللي حواليك بيساعدوك عشان تعمل كل حاجه عشان تافويد فيلير، عشان ما تفشلش، عشان ما تسقطش، عشان ما تجيبش درجه وحشه. هو السيستم ديزايند عشان كده، وانت بتوبريت، او يعني اغلبنا بيوبريت بنفس الطريقه، واللي حوالينا بيساعدونا ان احنا نبوش توردز الحته دي، ان انا ما افشلش. فده بيكريت حاجه بقى خطر قوي قدام، ان انا بيبقى عندي خوف من الفشل وعدم تقبل ليه. انما في الريل لايف انا محتاج افيل ايرلي، لان انت كده كده هتفيل ات بوينتس في حاجات. فخوفي من الفيلير ده بيأخر عليا الخطوه دي، وبالتالي بيمنع عني ان انا اتعلم حاجه معينه، وبالتالي يوقفني ان انا بروجريس توردز حته معينه. عشان كده في الحياه بجد بره الدراسه، fail fast fail forward، ان انا اغلط بدري عشان ده هيعلمني حاجه، والحاجه دي لما انا اتعلمها فاقدر اطبقها في يومي او في حياتي، هبقى انا كده بفيل فورورد، ان انا بتقدم عن طريق التجربه اللي انا خدتها. وده الفرق الجوهري من وجهه نظري ما بين الحياه وقت الدراسه وفي الحياه العمليه. فدي حاجه عايزين ما ننساهاش. طيب
طبعا نتكلم عن الامتحانات. مين امتحن ايه او مين عايز يمتحن ايه؟ كلنا، كله، ميديكال او نون ميديكال عموما. مثلا حد امتحن ايلتس؟ ماشي، ايه رايك فيه؟ كويس. اوكي. امتحنتيه عشان اللغه بس ولا عشان تمتحني امتحان بعضه؟ امم اوكي، يعني كان مينلي عشان حاجه تانية، كان ميديكال حاجه اللي بتقدمي فيها ولا كانت نون ميديكال؟ اوكي. طيب حد عنده اي تجربه في اي امتحان تاني بره الكليه؟ بس ممكن يبقى لغه، ممكن يبقى معادله، ممكن يبقى وات ايفر. انجلش. كان امتحان ايه؟ مش ايلتس بس؟ اوكي. اوكي. طيب انا هتكلم سريعا عن الجزء ده عشان كل امتحان ليه تفاصيله. خلاص هديكوا بس اوفر فيو كده، ممكن ندسكس الموضوع ده later on لو في حاجه، لو توبيك معين مثلا محتاجين نتكلم فيه in depth، لان برضه هو كل طريق وليه باثويز بتاعته وشكل الامتحانات بتختلف. هو امتحانات الانجليزي هي للاسف mandatory، مش حاجه اوبشنال، حاجه اساسيه. فدلوقتي اكتر امتحانين الناس بتمتحنهم الاو اي تي، وده الاوكيوبيشنال انجلش تيست، اللي هو امتحان انجليزي بس طبي في كونتكست طبي، والايلتس which is كلنا عارفين ايه الايلتس. بالنسبه لنا احنا احسن حاجه ممكن نمتحنها هو الاو اي تي. اوكي. ليه؟ لانه مور ريليفنت وبيوفر على الواحد حاجات كتير وقت التحضير. اوكي. هو زي اي امتحان انجليزي تاني، هو 4 سب تيستس: listening, reading, writing, speaking. كل سب تيست هو سكيل لوحدها. يعني الامتحان ده انت لما بتخش وتمتحن الاربعه سكيلز دول، هو اكشلي at the end of the day هو مش، ما يعتبرش امتحان واحد، يعتبر 4 امتحانات في نفس الوقت. حلو. ليه انا بقول كده؟ ليه بقول 4 امتحانات؟ لان البراكتسنج بتاع كل سكيل مختلف عن التانية شويه. اوكي. ممكن بيبقى فيه يعني ترانسفير للنولج او السكيل شويه at points، بس at the end of the day انت محتاج تبراكتس لكل سكيل باسلوب مختلف شويه عن التاني. عشان كده بقول ان هو 4 امتحانات مش امتحان واحد. طيب الحاجه اللي حابب انوه عنها في الامتحانات دي عموما، احنا اتفقنا ان الاو اي تي مور ريليفنت لينا، فالشورت انسر لو حد بيسال امتحن او اي تي ولا امتحن ايلتس، الشورت انسر امتحن او اي تي. اوكي. ده مش معناه ان هو سهل، ستيل محتاج براكتس ومحتاج بروبر براكتس، بس معناه انه ده مور ريليفنت giving انه ان الكونتكست بتاع الامتحان ميديكال، ففي حاجات انا ممكن اكون سمعتها او فاميليار بيها compared مثلا للايلتس لما يجيب لي حاجه في الليتريتشر او مش عارف حاجه بقى شويه ممكن تكون بعيده عني، فهبي اكسترا effort عشان بس افهم الكونتكست، انما هنا انا اوريدي عارف الكونتكست.